السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا في نظام أماديوس، وهو البينر أو ملف الحجز. ملف الحجز دوت بيتكون من جميع بيانات المسافر، من اسم ورقم موبايل ورقم جواز ومجموعة تفاصيل عن التذكرة. تعالوا نعرف مكونات البينر باختصار. أول حاجة بيتكون منها هو اسم الراكب، ولازم طبعا كموظف حجز طيران تتأكد من اسم الراكب صحيح. تعالوا نتعلم نكتب اسم الراكب ازاي. ال NM دوت النيم اللي هو كود ثابت، 1 ده رقم المسافر اللي على التذكرة، أو يعني ترتيبه في التيكت لو التيكت فيها أكتر من واحد. الاسم هنا بقى فيه نقطة، احنا ما بنكتبش اسم المسافر، ده مش اسم المسافر، ده اسم الجد. بعد كده بنكتب الاس سلاش وبعد كده اسم المسافر والمستر في الآخر. وطبعا بيتكون من خط سير الرحلة، من تاريخ سفر بقى ومطار الإقلاع ومطار الوصول. دي ملهاش لازمة خالص هنا، يعني النقطة دي ما تركزوش فيها، دي ما أكنها مش موجودة. طبعا برقم التواصل برضو. تعالوا نتعلم نكتب رقم التواصل ازاي. بيبقى ال AB كود ثابت برضو، ورقم التليفون على طول. الكود دوت بيعرف النظام ان دوت رقم التليفون. ومدة التيكت، مدة التيكت دوت بيبقى ايه؟ عبارة عن ان التيكت دي انت ساحبها هولد ولا مؤكدة. لو ساحبها هولد بتكتب الكود ده TKTL. طيب لو هي رحلة مؤكدة ما بنكتبش كده، بنكتب TK OK. يعني كده انت أكدت الحجز بتاع التذكرة دي. طيب دول حاجات كاملة برضو، دي الاختصار ده ملهوش أي لازمة هنا فهنشيله. دي كل الحاجات اللي بنضيفها، أو مش كل يعني، في حاجات تانية زي الباسبور، ولو في خدمات برضو بنضيفها في ملف الحجز. طيب ملف الحجز عندنا هنا مكون من أول حاجة اسم الراكب، تاني حاجة رقم التليفون، ممكن نضيف الجنسية ودي برضو هتضاف مع الجواز، ليها برضو كود ثابت ومجموعة أرقام كده. وبعد كده التايم بتاع التيكت اللي هو TKTL. طبعا لازم نتأكد من اسم الراكب، ودي حاجة مهمة جدا. ولازم برضو نتأكد من مدة التيكت، يعني في شركات طيران بتتاح انك تاخد التيكت هولد 24 ساعة، وفي شركات تانية لأ، يعني آخرك الساعة 12، فبالتالي بينزل غرامة عليك، يعني ما ينفعش تاخد التيكت هولد أكتر من كده. وطبعا لازم تتأكد من رقم التليفون. ده باختصار البينر اللي هو passenger name record. أتمنى تكونوا فهمتوا ملف البينر متكون من ايه، ومتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وتكتبوا لنا كل أسئلتكم في الكومنتات وهنرد عليكم.